سميت. أنا سميتي عمر عواد من دوار وزن من الجامعة كتخرج إقليم كذا الحامل للتقارير الوطنية 368 المهنة في اللاذ. شنو هو المشكل يعني؟ المشكل اللي عندي أن الجامعة دارت واحد الدورة مؤخرا مع السنة وسمعت باللي الأعضاء كان الأغلب ديال الأعضاء وافقوا على هذا الشيء اللي بغاو يديروا. شنو بغاو يديروا نزاع الملكية قال كيديروا فيها شي ملاعب الفوق ولا ما فهمتش على داك الشيء. شنو بغاو يدعوا لك هذا الجامعة؟ قال كيديروا نزاع الملكية البلاد ديالنا كامل اللي بقات ورثها من المرحوم ديالنا. شنو بغاو يديروا فيها؟ قال بغاو يديروا ملاعب الفوق ولا ما نعرف ولكن يعني عندهم مشكل معنا. شنو هو المشكل يعني؟ المشكل اللي عندهم هو كيقولوا بأنهم شراو شي الطرف كيقولوا شروها في 2012. عليم شروها الأخ ديالي المرحوم بالقسم. ولكن أنا اللي سمعت اللي كنسمعوا حنايا كيقولوا أن الجامعة عندها شي عقد باش تشرف على المرحوم بالقسم. أنا سمعت هذه الهضرة هذه ولكن مشيت لمحكمة التوثيق درت الطلب ديالي وخلصت 200 درهم قلبت على هذا العقد ما كاين عقد لا والو. ولكن ملي مشيتي لمحكمة التوثيق الجامعة كتقول أن عندها واحد العقد وباش شرات على القاسم. هذا العقد هذا كما قلت لك هذا العقد هذا راه مزور ما كاين لا وكالات لا والو. ما ولكن الجامعة كتقول راه عندكم انت وخواتاتك عطيتو شي وكالة للمرحوم بالقاسم باش فعل. إلا كانوا شي وكالات اللي كيقولوا هذه الجماعة راه ربما مزورين حنا ما عطينا وكالات. قولي غادي كيفاش مزورين وهذا؟ يعني ربما يكون الجماعات تكون زورات هذا الجماعة تدور على الدور عليكم انتم. ربما هما داروا هادشي ما عرفتش شنو وقع لك. ودابا انت كتاكد انت مأكد انك ما عطيتي لا وكاله لا انت لا خواتاتك؟ انا مأكد باننا ما عطينا الوكاله ديال لا حنا لا انا ولا خواتاتي لهذا المرحوم هذا غير هو ينصبوا عليه. ولكن الجامعه كتقول عندها الوكاله وعندها الرقم ديال الحساب باش دوزات لكم الفلوس ديالكم. كتاكد الجامعه هذا الشيء. الا كان شي وكاله اللي كتقول الجماعه راه مزوره وزيدوا ما شدينا لا فلوس لا والو لا انا لا الورثه ديال الاخوان ديالي. ايوا الجامعه راه كتقول باللي شاريه هذه الارض على خط بالقاسم 70 مليون. هي دابا الجامعه كتقول لك شريت هذه الارض ب 70 مليون ولكن كاين وثائق كيأكدوا بان هذه البلاد شرات ب 105 مليون. وانتم الفلوس هذه ما شديتوا منها والو؟ حنا هذه الفلوس هذه ما شدينا منها ما شفنا ما والو. والجامعه كتاكد على ان كاين واحد الرقم الحسابات باش دوزات لكم الفلوس ديالك وديال خواتاتك. كاين الوكاله وكاين الارقام الحسابيه باش دازت الفلوس. حنا الفلوس اللي شدينا انا والاخوات ديالي ديال تعويض الطياره طريق السياره من غير هادشي ما شدينا حتى شي حاجه. وهاد الطرف اللي كتقول الجامعه شرات على الغرض شراتها الجامعه. دابا الجامعه كتقول لك هادشي اللي شراتها جوج الثلاثه عن المرحوم اللي كتقول الجامعه قال لك غدير فيها التصفيه ديال الواد الحر باش ينقيو الفلوس وانما راه هاد التصفيه بغاو يديروها فواحد البلاصه قريبه للواد وقريبه للسكينه فينا هما الناس ديال البيئه اللي كيحميو البيئه. ودابا انت كتجيتي وكتقول عندك هذه الوثيقه ديال الطلب ديال الانذار من اجل اتمام البيع. شكون اللي عطاك انت هذا الطلب؟ هذا الطلب هذا عطاتي لي واحد المفوضه قضائيه في المكتب ديال سعاده القائد قياده وزملان. وهذه الوثيقه منين جات؟ هذه الوثيقه صافتها لي المحامي الاستاذ محمد السيوري داعي كذا. وهذا المحامي الصفه ديالو شنو؟ صفته شكون باش يصيفط لك هذا الانذار؟ الاستاذ السيوري المحامي ديال الجامعه في اكتفر الشيء. وهذا الانذار اللي صافط لك هذا الاستاذ السيوري منين من الشق؟ واش خرج من المحكمه ولا منين صيفطوا لك؟ عن طريقه هذا الانذار صافتوا لي منه الرسول ما فيه لا كشف ديال المحكمه لا والو. وشنو المضمون فيه؟ قال لك كيطلب منك قال لك خصك تجي من البيع تجي نهار 6/4/2013. فين غادي تمشي؟ فين غتمشي؟ تمشي لديوان العدل اللي كتازا. تمشي تما شنو غدير معاك؟ قال لك باش نكمل الاجراءات ديال البيع. مشيتي انت في ذاك التاريخ؟ مشيت انا والمحامي ديالي. مشيتوا تما؟ شنو لقيتوا في الديوان؟ لقينا في واحد العادل ما لقينا لا الممثل ديال الجماعه لا المحامي ديالها. وشنو قلتوا لهذا العالم اللي لقيتو
هذا العقد هذا قلنا له نطلب منه المحامي ديالي. هذا العقد هذا قال له المحامي ديالي اعطينا هذا العقد هذا باش نكملوا هذا البيع هذا. ايوا. وقال له المهم درنا الطلب، مشينا للمحكمة محكمة التوثيق، درنا الطلب على هذا العقد هذا، ودابا راه مدة 25 يوم باقي ما لقيناش شي واحد اللي جاوبنا على هذا الطلب هذا. ودابا نتايا دابا شنو هاد القضيه هذه شنو كتعني لك نتايا بالنسبه لك دابا انت؟ دابا الجماعه دابا اللي دابا من هذا الشيء وهو الجماعه الحق بالنسبه لي انا والاخوان ديالي، وانا كنوجه هذه الرساله لصاحب الجلاله السيد محمد السادس نصره الله جميع المسؤولين، لان هاد الناس هذو بغاو يتردوا عليا يديروا لي ميزان الملكيه، يديروا لي بلادي، هذه البلاد انا كنعيش معاها. وعلاش اختاروك غير نتايا بالضبط؟ حيت انا بغاو يغطيو على ذاك التزوير اللي دايرين. علاش التزوير اللي دايرين؟ مزورين هذا العقد ديال اللي كيقولوا مع العقد ديال المرحوم. ايوا يقول انت دابا الا كنتي كتثبت ان هذا الشيء ما عندك ما عاطين لا وكاله ما شديتي فلوس ما حتى شي حاجه، راه كاين القانون في البلاد. دابا انا كنطلب، دابا هما كاملين بغاو ينصبوا عليا يديو لي بلادي، وانا كنطلب الناس المسؤولين يشوفوا حتى انا راه غير معوق تحتي، ما كنقد لا على خدمه لا والو، بغاو كنعيش من هذه البلاد بغاو يديوها لي. شنو غندير؟ واش انا غنمشي لساعه ولا شنو غندير؟ ودابا انت شنو كطالب؟ انا كنطالب بتحقيق هذا المشكل هذا، لان رئيس الجماعه جاب الاعضاء كاملين اتفقوا على هذا النزاع الملكيه باش يرجع على شي حوايج اخرين، وانا كنطالب الناس كنطالب المسؤولين يفتحوا تحقيق في هذا الشيء هذا. ودابا انت شنو بغيتي دير في هذا الشيء هذا؟ شنو قررت؟ دابا انا شنو مشيتي للقضاء؟ انا مشيت للقضاء، جبت الاوراق ديالي مضبوطه وجبت مفوض قضائي وحطت البلاد ديالي. ودابا كنتفاجئ بان ما وصلني واحد وصفات المسلسل واحد الاستدعاء من المحكمه. شنو المحكمه الابتدائيه بكذا. كاينه جلسه نهار 25/5. ما عرفتش دابا هاد الناس هاد المحكمه شنو بغاو مني، واش باغي يفسقوا لي شي تهمه ولا ما فهمتش انا المشكل فين. كيفاش المشكل؟ ما عندكش مشكل، ما عندناش دخل. لا بالعكس، لان الرئيس ديال الجماعه كيقول بان ما كيقول لي غادي كيهددني غادي نحيد لك بلادك غنسيفك الحبس وهذه، وما فهمتش انا كي غندير مع الناس، واش نخوي هذه البلاد واش ما عرفتش شنو غندير. وإلا وقعت لي شي حاجه انا ولا ولادي، الا وقعت لي شي حاجه راه المسؤولين ديال الجماعه هما الاساس في هذا الشيء، الا وقعت لي شي حاجه.